ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاحظت ان في مامز كتير بتحتار ومش بتعرف تختار نوع الدايبر بالظبط اللي ممكن تستخدمه للبيبي، وسط الانواع الكتير ووسط تجارب وناس تقول كويس وناس تقول وحش. فجيت النهارده علشان اكلمكم عن تجربتي الشخصيه في انواع مختلفه من الدايبر جربتها لبناتي. فهتكلم عن كل واحد فيهم على حده، مميزاته وعيوبه، وهقارنه باقي الانواع بحيث ان كل ام تعرف تختار النوع المناسب ليها حسب استخدامها. وطبعا نحط في اعتبارنا ان مش كل الانواع بتناسب نفس الاطفال، ممكن يناسب طفل ما يناسبش غيره. لكن احنا بس بنحاول نسهل القرار على الام بحيث ان هي تختار وهي شايفه الحاجه قدامها، لان طبعا ما بيكونش متاح ان انا اجيب نوع من كل باكت. في انواع لازم اجيب الباكت كلها على بعضها، فممكن اجيب الباكت وفي الاخر ما تكونش مناسبه بالنسبه لي. اول حاجه هتكلم عنها هو دايبر جود كير. بنشوف اعلاناته كتير، انا كنت جايباه من ايام بنتي الكبيره، مقاس 5. اولا من جوه ملمسه خشن شويه، ملكلك كده، يعني لو نلاحظ هنلاقيه فيه حبيبات كده وملكلك من قبل ما يتملي، فطبعا ده لما هيتملي هيكون ملكلك اكتر بكتير. بيكون منفوخ والطفل لابسه فما بيكونش مريح يعني في الاستخدام. بينزل كده لتحت خالص، بيسقط لما بيتملي، ده حجمه حاسه كبير قوي. فما كانش مريح، بس احنا ما جربناهوش كتير للامانه. يعني الطفل 3 سنين 3 سنين ونص ممكن، لكن نيو بورن هيكون صعب شويه. هو كمان سميك من هنا من العرض، فلما الطفل هيلبسه هيبقى منفوخ خالص فمش هيكون مرتاح. وكمان لاحظت انه الجزء اللي عند الظهر من ورا والجزء اللي عند البطن خشنين، بيعملوا صوت كده زي البلاستيك او كيس البلاستيك، فملمسه مش مريح خالص طبعا لبشرة الاطفال الصغيرة. لكن هو للامانة كسعر هو مناسب، هو يعتبر في الفئة القليلة من الاسعار. فبيكون مناسب لو طفل مثلا 3 سنين 3 سنين ونص، يعني كبير مش هنشتكي من التسلخات قوي، وفي الفترة اللي انا بخلع فيها الدايبر مثلا خلاص فعايزاه يخلعه، مش هستهلك يعني حاجات تقعد وقت طويل او حاجة زي كده، فمفيش مشكلة ان انا اجيب حاجه زي كده لو سن كبير. لكن للنيو بورن انا مش بفضله بصراحه. تاني نوع وهو مولفكس العادي، كنت بستخدمه مع بنتي تقريبا 3 سنين متواصل. كان لطيف وكويس وكل حاجه. انا لاحظت بس ان هو من جوه خامته يعني برضو ايه، قطن كل حاجه والطف طبعا من جود كير، بس مش انعم حاجه برضو. لما استخدمت حاجات تانية بعده بدات احس ان هو لا، مش انعم حاجه. ما كنتش بشتكي من حاجه فيه، بس كنت لو ما حطيتش كريم في مره بعد ما غيرت كان ممكن ايه تتسلخ شويه. طبعا هو اي نوع كده، بس كنت بلاحظ في مولفيكس اكتر مثلا من بيبي جوي. لما كنت ببدل ما بينهم مثلا في اوقات او حاجه، كنت بحس ان بيبي جوي انعم شويه من مولفيكس من جوه، فده كان بيعمل تسلخات مثلا لو انا ما حطيتش كريم بعدها مباشره. لكن غير كده هو كان كويس جدا وحمال اسيه وبيقعد وقت كويس، الاربع خمس ساعات كاملين من غير ما يبقى فيه اي مشكله. تخنه كويس مش وحش، بس هو مشكلته انه طويل، فلما الطفل بيلبسه وبيتملي بينزل كده لتحت شويه، بيكون ساقط لتحت، فممكن يضايق الطفل وهو ماشي او هو بيتحرك. بس هو ميزته انه يعني بيقعد كتير، فممكن لو انا مثلا مسافره او رايحه مشوار ضروري، مش عايزاه يسرب او حاجه، يقعد 5 ساعات الدنيا تمام، فهو حل كويس. لكن الاستخدام اليومي دايما كده انا حاسه انه يعني مش الطف حاجه او مش انعم حاجه مقارنه بالحاجات اللي استخدمناها بعد كده. لكن انا لو هقارنه بجود كير مثلا، ببامبرز العادي، باي نوع تاني، بي بيم، اي حاجه زي كده، فلا ده الطف بالنسبه لي طبعا، وهستمر عليه مثلا افضل من الحاجات التانية. يعني الانواع التانية اقل منه شويه في الكفاءه. بعد كده استخدمت بيبي جوي، كان لطيف جدا في انه مش بيسرب، لانه فيه استك حلو جدا من الظهر فبيمنع التسريب جدا. من جوه حسيته انعم شويه من مولفكس، يعني اللون حتى انقى. مش عارفه باين في الفيديو ولا لا، بس انا حاسه انه هنا الخامه انعم من هنا. دواء اعرض شويه مش طويل يعني. هو طبعا فرق المقاس شويه، ان ده مقاس 1 وده مقاس 2، بس يعني حتى في المقاسات اللي كان اصغر من دواء برضه كنت بلاحظ انه ده اعرض شويه من ده. يعني مولفكس طويل اكتر، فالطفل لما بيلبسه يتملي فبيسقط كده لتحت، لكن بيبي جوي لما بيتملي بيبقى عريض، فممكن يضايق بس رجلين الطفل وهو ماشي او حاجه، واتملى فبيحتاج انه نغيره بسرعه. مشكله بيبي جوي بالنسبه لي انه خامته، الجزء اللي عند البطن والجزء اللي عند الظهر خشنه جدا، عامله زي خامه البلاستيك برضو، زي جود كير من بره او من جوه نفس الخامه، يعني مش جاي بالطبقه بتاعه القطن زي مولفكس مثلا. فدي حاجه بصراحه اتمنى انه تتعدل، لان هو بجد خامته من جوه حلوه قوي وحمال اسيه شويه. فجميل يعني لو هنقارن ما بين الاثنين، فده مشكلته الملمس من جوه. المولفكس مشكلته الملمس بتاعه من جوه، اقل نعومه من بيبي جوي من جوه. لكن للامانه الجزء اللي عند البطن والجزء اللي عند الظهر هنا في مولفكس انعم من عند بيبي جوي.
طبعا كله بيكون فيه فتحة السرة، هي كده بتكون حاجة صغيرة. مقاس 2 في مولفكس فتحة السرة بتكون مش كبيرة قوي، يعني حاجة بسيطة. لكن في بيبي جوي مقاس 1 و2 في فتحة السرة دي بتكون واضحة، يعني بتكون كبيرة بالشكل ده. هي عموما مش بتفرق في الأنواع قوي، بس بتكون مريحة وقت المشبك بتاع السرة بتاع البيبي. دول بالنسبة لي كنت ببدل بينهم وقت بنتي الكبيرة. كانت الدنيا كويسة وتمام، أنا ما كنتش ببقى عارفة أنهي الأحسن، يعني كنت ببدل ما بين ده وده. بعد كده مولفكس بريميوم، وده اللي طلع جديد مؤخرا، ما كانش موجود ساعة بنتي الكبيرة فما كنتش جربته. في الحقيقة هو حقق لي المعادلة المظبوطة لكل الأنواع اللي قبل كده، لأنه أولا مش تخين، يعني مش زي الأنواع التانية السميكة التخينة اللي تنفخ دي واللي الطفل لابسها. ناعم جدا من بره وناعم جدا جدا من جوه. مش عارفة واضحة في الفيديو ولا لأ. برضو ناعمة قوي، الجزء اللي فوق ناعم ومتبطن خالص، فمريح جدا للطفل. مش طويل ومش عريض، يعني هو مظبوط. ده مقاس 2. انا جبت مقاس 1 وجبت مقاس 2 علشان اوريكم بس الفرق في المقاس، لانه ناس كتير ما جابتهوش وهو بيتباع بالباكت على بعض، فبتكون في ناس مش عارفه تحدد المقاس قد ايه، او في فتحه سره ولا لا. هو مقاس 2 ومقاس 1، الاتنين فيهم فتحه سره. اهو ده مقاس 2 اهو، في فتحه السره عادي جدا. وادي مقاس 1 في برضو فتحه سره. دي اكتر حاجه ارتحت فيها مع بنتي التانية. جميل جدا، مش بيسرب مش بيعمل اي حاجه. طبعا انا ما بتكلمش عن تسريب اول فتره، ده في اي نوع لحد ما جسم البيبي ياخد على نوع منهم ونعرف ان احنا نظبط الدايبر على جسم الطفل مظبوط. لكن فيما بعد من سن شهر ونص كده، شهرين، ده كان كويس جدا ولطيف، وخامته من جوه حلوه قوي ومش بيسرب وعالي لفوق عادي، يعني واصل لحد فوق كويس. في بس مشكله بسيطه صغيره خالص، وهي انه الاستيك الداخلي بتاعه من جوه اوقات بيحزز شويه، يعني انا لاحظت انه في مقاس 1 محزز قوي. هو معمول طبعا علشان يكون ماسك على رجل الطفل، ما يسربش خالص. بس انا ارتحت لما كبرت المقاس، يعني انا كبرت المقاس بدري شويه عن ما مكتوب على العبوه. مكتوب على العبوه من 3 كيلو ل 6 كيلو، فانا كبرته بدري شويه، بس لقيت انه ده الاستيك بتاعه مرتاح اكتر وبرده مش بيسرب. يعني انا مجرد ما بضيق اللزق على بطنها بظبطه. في سنه واسعه من على البطن، بس الاستيك من هنا مرتاح. فلما تلاقوه مثلا ما ظبطش قوي من على الرجل، ممكن تكبروا المقاس عادي جدا مش هيسرب. وبس كده. انا لو هرتب انواع الدايبر من حيث الافضل في الاسوأ، بالنسبه لي مولفكس بريميوم افضل حاجه وافضل نوع انا جربته من خلال كل حاجه زي ما قلنا في الفيديو. بعد كده بيبي جوي ومولفكس العادي في نفس المقارنه بالنسبه لي، لان زي ما قلنا حاجه ناقصه هنا حاجه موجوده هنا والعكس. جود كير بالنسبه لي مش موجود في الاختيارات بصراحه، ما حبيتهوش خالص. في انواع تانية زي بامبرز بريميوم بزيت الزيتون والحاجات دي، بس انا للامانه ما جربتهاش. جبت بامبرز مره واحده بس كان العادي، وسرب من كل حته، وكانت كبيره كمان، يعني مش نيو بورن. فما حبيتهوش خالص وما جربتوش تاني. بس في ناس بتشكر في بامبرز بريميوم بزيت الزيتون لطيف، لكن انا شخصيا ما جربتهوش. وطبعا ما ننساش ان اي نوع هنستخدمه لازم بنستخدم معاه كريم الدايبر بعد كل غيار. لو انا بغير بوايبس طبعا ما يكونش باستمرار، يكون في اضيق الحدود، مره مرتين كده في الاسبوع. لو انا خارجه، لو انا في مشوار ضروري، لو اي حاجه زي كده. طبعا انا عارفه ان احنا بنستخدم الوايبس اكتر في الشتاء، بس يفضل انه احنا ما نستخدمهوش كتير وتكون بالميه افضل علشان نقلل التسلخات قدر الامكان. مشكله التسريب هتتحل لما نظبط الدايبر كويس على رجلين الطفل. عادي جدا، انا اول ما استخدمت الدايبر في اول فتره كان بيسرب مني كتير لحد ما عرفت اظبطه على الطفل، خصوصا لو ده اول بيبي لينا او تاني بيبي، بس كان فرق بينهم مثلا كتير كبير، فانا مش فاكره كنت بظبطه ازاي بالظبط. عادي جدا بناخد وقتنا لحد ما نظبطه وبيكمل معانا، فمش معنى انه الدايبر سرب مره او مرتين معانا يبقى النوع وحش ونرميه. لا، نحاول نتأكد ان احنا ظابطينه كويس على جسم الطفل، ونراعي ان في اوقات كتير الطفل كده بيصرف فيها، لو عنده اسهال مثلا، لو الجو برد، لو عمل بيبي كتير مثلا في وقت ووقت تاني لا مش بيعمل، يعني ممكن ابقى لسه مغيره له من ساعتين ويتملي في وقت من الاوقات، واوقات تانية يقعد ال5 ساعات عادي جدا ومش مليان وقت ما غيره. فبرضو الحاجات دي بتفرق، مش بيبقى مشكلة في النوع يعني. وبس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا. المرة الجاية باذن ربنا هتكلم عن انواع الكريمات اللي ممكن نستخدمها للدايبر وايه افضل حاجة فيهم. يا رب تكونوا استفدتوا. دمتم اشطر مامس.